يلا اجنيشن. رخصة على القماش؟ ده على القماش فعلا. تركي. سنة كام؟ ما انا سنة 1920. ايه بقى محل الجد؟ تعال. بيت البن، كان اسمه بيت البن كده؟ احنا كاتبين. ده اثيوبي؟ شوف ده الحبشي. ده اثيوبي الحبشي. ده حبشي اهو. مستورد اللي باخد منه حجاج. ما شاء الله. بيجيب انضف حاجة يعني. البرازيل. قول لي ده عشان اطلعك فنجان القهوة اللي انت شايفه ده. السلام عليكم. انا دلوقتي في باب الشعريه، رايح في باب الشعريه عند اقدم محل بن موجود يمكن في مصر كلها من سنه 1920. هنعرف منه ازاي نقدر نشتري البن ومحدش يضحك علينا. انواع البن ما شاء الله، الراجل ده تاريخ. انتوا هتتفرجوا على حلقه ناريه، حلقه ممتعه عن تاريخ البن في مصر. يلا بينا نروح عند اقدم واحد بتاع بن موجود في مصر كلها. صدقوني مش هتندموا. اولا اللي هتشوفوها قدامكم دلوقتي رخصة المحل. رخصة المحل معمولة من سنة 1921 على قماش، ودي اغرب حاجة انا شفتها. اوريك بقى. ما شاء الله. رخصة على القماش؟ انا اول مرة اشوف. رخصة ده على القماش فعلا. تركي. سنة كام؟ ما انا سنة 1920. الله اكبر. ما انا بقول لك اهي دي التجديد بتاعها سنة 1940. ما شاء الله. انا اتحدى اي واحد اقول لك بص المهنة ايه؟ تحميص وطحن البن باسم الدسوقي محمد ابراهيم الحلفاوي. ده جدي. جد حضرتك؟ جدي. الله اكبر. اهو بص حتى اسم الشارع شارع الشعراني البرناني نمرة 52. طبعا اسمك ده اللي هو ده اسم الجماعة المحل بتاع ابويا. المحل القديم. وريني ايه بقى محل الجد؟ تعال. احنا كده ده الشارع اللي احنا فيه، ده شارع الشعراوي الشعراوي، البراني باب الشعريه. جمالية. الجماليه دي مش باب الشعريه. لا جمالية احنا. الله اكبر. بيت البن، كان اسمه بيت البن كده؟ احنا كاتبينه بيت البن. بسم الله ما شاء الله. ازيك؟ بتاع الحفيد. عامل ايه؟ ما شاء الله. احنا حفيد الحفيد. ده اخو عمر؟ ده ابن اخويا، ابن عمه. ما شاء الله. ايه اللي اختلف؟ طب تعالى بس وريني المحل ده من جوه، عايز اشوف المحل من خش جوه. تعالى خش. جدك لما عمله في العشرينات ما كانش كده. لا بنحمص بالايد. تحميص بالايد. ما شاء الله. بسم الله. يعني هو نفس المحل اللي انت ما غيرتوش هو فيه نفس حاجه. المحل اللي انا وريته لك ده يعتبر من زمن. ما شاء الله. انت محتفظ بنفس شكله. هو نفس المكان. بس طبعا مع العلم بنطور نفسنا بنفسنا. كان اول بنحمص بالايد بالخشب، بعد كده بقت انبوبه، بعد كده بقت المكنه دي. تعالى بقى هناك بقى نشرح لي بقى موضوع المكنه دي، ونشرح للناس ازاي البن الاصلي من المغشوش اللي لا بقول لها سيادتك على حاجه، ما فيش حاجه اسمها كل واحد وضميره في شغله. الله ينور عليك. طبعا ما عشان كده انتوا الاصل هنا. انا بص لما اقدر بيطلع واحد يقول لك ايه ده انا بقالي كذا وكذا وكذا كام سنه، انا ما اعترفش بالكلام ده. بس في مغشوش ولا لا؟ اكيد اي حاجه مطحنه بيبقى فيها مغشوش، انما انتوا هنا ما شاء الله عليكم. اهو اقول لي سيادتك على حاجه، لو في حاجه مغشوشه انا عارف انت جاي. لا اهو ادي شغلي اهو. ده بن ايه بقى نوعه؟ هقول لك برضك على حاجه. اهو داخل كده التحميص. حلو قوي. ادي التحميص بتاعه. تمام. انت بتحط هي دي ايه؟ الحته دي ايه؟ دوت اللي بيبين لك لون البن اللي انت عايزه. انت شفت اللون ده؟ هوريك بقى اللون اللي بعد كده. اهو ده متحمص. ده خلص تحميص اصلا. ده خلص تحميص اللي هو ايه؟ هنشوفهم. دي المرحله الاولى. ده لسه. دي المرحله الاولى اللي هو دوت. اجيب لك شويه اهو وانا اشيلهم. ده الاولى. دي الاولى. شايف شكله؟ دي الثانيه. ده غامق شويه. ما هو لا ده ني لسه ما دخلش. لسه ده لسه ما دخلش التحميص. يقعد قد ايه في الحماصه دي؟ يقعد من 35 ل 40 دقيقه. بسم الله ما شاء الله. كان زمان ما كانش كده. استنى الف لك. كان زمان كان ايه بقى؟ كان ايه؟ كان بيحمص بالخشب بالايد. بالايد يفضل بيدور. دي اكن دي بس على صغير شويه ولا كان نفس الحجم ده؟ كان زمان لا مؤاخذه صندوق زي الحديد. حلو. وفي قلبيه كان بيتعمل تحت الرابع اللي كان زمان يعملوا المحامص. ماشي. فما بيحملك في المحامص كنا بنحمص يدوي. تمام. وبعد كده اتطورنا شويه عملناه بموتور. انا اول واحد عملت الموتور، خلي بالك. اول واحد. عملتها على علبه برشام عشان اعمل الشكل بتاعتها والتحميص.
وموتور صغير وقعد الله. ده، وخليت الراجل عملها لي. حلوه دي، ده انت اخترعتها. ما كانش لسه حد عامل. وعشان اجيب الحاجه اللي عايز التدوير على طول، جبت عربيه موتور دركسيون عربيه بسبورت سنه 45، رحت جبت من وكاله البلح. يا نهار ابيض، ما ما شاء الله. كل ماده بياخد لون. طبعا. نوع بقى انت قلت لي تعالى بقى نوع نوع بني البن. كتير. تعالى. ده اثيوبي؟ شوف ده الحبشي. ده اثيوبي ده الحبشي. حبشي اهو. طبعا ده من انضف الحاجات. ما هو توليفه. ده توليفه البن اللي عشان تشرب الفنجان القهوه اللي انت هتشربه هتلاقيه. ده اثيوبي وده ده اندونيسي. اندونيسي. ما كل حاجه هقول لك دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه. ماشي. ده هندي. هنديا. مستورد اللي باخد منه حجاج. ما شاء الله. اهو. بيجيب الله انضف أكبر. حاجه يعني. الراجل أكبر. بامانه الله ما شاء اشتغلش الله معانا بقالي يمكن فوق ال 20 يعني في 30. اثيوبي وفي اندونيسي وفي هندي. في برازيلي اهو. البن البرازيلي بقى. اهو. كل حاجه من دي ليها شغل. الله. اهو. برازيل. البرازيل. ما شاء الله. هنا كل حاجه وليها شغلها. كل ده عشان اطلع لك فنجان القهوه اللي انت شايفه ده. حاجه بتدي طعم، حاجه بتدي ريحه، حاجه بتدي كثافه. مش كثافه الغش اللي انت كنت بتتكلم عنه. ما عندناش احنا الكلام ده. معلش يعني الراجل بشتغل بما يرضي الله. هو ده الشغل اللي بيطلع عشان اطلع لك فنجان القهوه اللي انت شايفه. بص الوش عامل وش ازاي. بالنا قد ايه عاملينها؟ بتاعت ما من ساعه ما جيت انا وهي لسه محتفظه بالوش. اعرف ازاي انا فنجان القهوه ده اصلي ولا مغشوش؟ هقول لسيادتك في ناس بتتكلم على حاجه اتفضل. في ناس بتتكلم في شيء وفي ناس بتتكلم في شيء. الاصل اللي انت شفته المضروب، اي واحد بيعمل حاجه مضروبه بيجري نفسه. انا على الملأ، انت سيادتك لما بتيجي واحد عايز بن هو على طول قدامك اصلا. يكون مؤاخذه واحد يقول لك البن مش البن ده، انا شيء ما يرجعليش انا في الكلام ده. هنا تعرف المغشوش ازاي، حتى اللي ما بيفهمش في الحاجه يعرف. سيادتك لو شربت ده، لو شربت الفنجان ده او الكوبايه دي وجيت سبتها بعد ما تشرب، تسيبها تاني يوم هتلاقيها زي ما هي ميه، ما جمدتش، ما مسكتش ببعض. اللي تمسك تبقى عامله زي الارض اللي مؤاخذه البور نشفت، ده هو المضروب. انما البن يفضل زي ما هو، يفضل زي ما هي. اشرب وسيب الشوكه التانيه اللي تحت. بص ما يمسكش في بعض، ما يمسكش في بعض. يبقى في مواد تانية غير في بيحط المواد النشويه وبيبقى معاه اتفضل. ما انت هتقول لي دلوقتي. ايوه. الكثافه والحاجات، في حاجات بتطلع حديثه. الملكي ده وتاريخ، اقسم بالله تاريخ. انا وريتك التاريخ. بسم الله. انت بقى بتحب تشرب القهوه ايه؟ فاتح ولا غامق ولا ايه؟ بحبها وسط، ولا فاتح ولا غامق. انما الناس اللي تحب غامق ده بيبقى عايز تحميص اكتر. بيضيع نسبه الكافيين بتاعته، كل ما اتحمص كل ما الكافيين بتاعه بيطير. والله؟ امال ايه؟ يعني على كده البن البن الاخضر بيتشرب، يعني لو هي نيه ممكن تتعمل بن عادي؟ ده اللي طلعوا فيه نظام اللي هم التخسيس ومش التخسيس. دي بقى اللي بقول لك عليها. انما لازم انا هوريك دلوقتي المحروق شكله ايه. تعالى بقى نشوف انواع البن. الله جامده. دي التحويجه بتاعتنا، ده حبهان اهو. شوف شكل الحبهان. ده حبهان؟ انت محمصه برضه؟ ما زيت محمصه. ما شاء الله. ده ريحته جامده جدا. ما هو ده. انت كل حاجه قدام الناس هنا عادي. على الملأ انا يعني مفيش حاجه متداريه. الله. وده المحروق اللي الناس بتشربه. ما شاء الله. بص الزيت بتاعها. الله اكبر، دي بتلمع. ما شاء الله. جميله جميله الحاجه. انا بقالي كتير ما شفتش البن الاصلي ده بصراحه. يعني انتوا من انضف الناس، والناس كلها بتشكر فيكم والله. يعني الصيت ولا الغنى يعني. كلها بتيجي في الملك هنا وتاخد البن. وادي المحمص. ده الوسط؟ ده الوسط بقى. ما شاء الله. تعال استنى عشان تقول لي رايك. تعال استنى ناخد راي الجمهور. ايوه العميل دايما على حق. احنا بقى الجيل الاول جيل جدي. ايوه تمام. اللي انا وريتك رخصتها. فاكر جدك كان بيجيب البن ازاي زمان؟ لا حد حكى لك؟ كان زمان بيجيبوا البن ازاي؟ كان زمان البن بيجي لا مؤاخذه
شفت لما واخده القفه بتاعت البلح زي بتاعت زمان، كان بيجي كده. كان بيجي من اثيوبيا، كان بيجي من اندونيسيا. يعني العشرينات دي بقى كان بالجمال، ما كانش بيجي يعني ما كانش بتيجي بالعربيات. وبعد كده دخلت بقى التطور اللي هو دخلنا بقى في التموين، وبعد كده كان لنا حصه، وبعد كده الحاجات دي كلها لغايه وقتنا هذا. يعني البن ده كان على التموين زمان؟ زمان المحلات كان لنا حصه تموينيه كل شهر. بسم الله ما شاء الله. تاخدها والناس تيجي تاخد بطاقه التموين؟ لا، ولا انت اللي ليك حصه لينا بالتموين؟ حصه عشان نبيع للجمهور. عشان تبيع للناس. حلو قوي. جميل. احنا بجيل، انا اعتبر الجيل الثالث. جدي وابويا وانا، وبعد كده يقول لك الجيل الرابع. بس اتمنى معلش يعني يمشي على نفس النمط ان شاء الله، ما يغيروش ولا يعملوا، خلينا زي ما احنا طبيعتنا. يعني واحد ما بتعملش بن بكذا كل الكلام ده. الناس اذواقها بتتغير صح؟ طبعا. انا معلش يعني لما بيجي واحد كبير غير لما يجي لي شاب. الشاب بقى ليه طلبات تانية، ليه طلبات بقى معلش، قهوه فرنساوي، قهوه بالبندق، على عيني وراسي كل الكلام ده وحلو. بس الراجل الشريب القهوه اللي بيشرب بن شافش عليها حاجه، تعرف طعم البن. يعني المحوج اللي هو بيبقى عليه حبان ده عادي ولا عادي؟ ده حلو، في ناس بتشرب الحبان مش وحش، الحبان حلو وعضله القلب. طب انت ايه التحويجات اللي بتعملها؟ حبان بن محوج بالحبان بس حبان وجوز الطيب حسب زبونه. يعني ممكن جوز الطيب تعملها برضه؟ بتاع البن. على البن ده البن المحوج. غير كده الساده ساده. بس انت بتحب الساده؟ الساده حلو طعمه، تاخد طعم البن الاصلي. قبل انت بتشرب انا بشرب، ما جاش على هواء اركنه واجيب غيره. صح. من يتقي الله يجعل الله مخرج. الله ينور عليك يا عم سيد يا عسل. طب قول لي بقى الطحن ازاي؟ الطحن كان زمان عن ايام جدي والعالم دي كان مكن يدوي. كان لا مؤاخذه دي تركي. انا عندي حته اثر منها حته قديمه شغلي قديمه. دي تركي مكتوب عليها العلم التركي وصنعت في تركيا. كان زمان لا مؤاخذه صندوق وعليه راس المكنه، الراس بتاعتها زي مسلوبه من فوق واسعه ضيقه ومن فوق كبيره واسعه، والعكس بتاعها كان زي الرحاله بتاعت تطحن في بعض بالايد كله. كان زمان بالايد، كان يقعد كده ويقعد. ربنا يرحمهم يا رب. اتطورنا شويه، العلم اتطور، جبنا مكن بالكهرباء بس غير اللي عندي طبعا، اللي هو البراس اللي انت شفتها تحت عند مديريه الامن كانت بتتعمل. كان احسن واحد في مصر كان الحاج سعيد الله يرحمه. الحاج سعيد ده بنان؟ لا ده بتاع احسن واحد بتاع مكن. واول واحد عمل محماص كهرباء هو. انا افتكر ان هو قال لي حكمه، قال لي عشان اعمل، كانت اصلا المكن التحميص ده كانت واحد يوناني في اسكندريه جاب واحده من بره، كان راح يعمل له شغل، رسمها على علبه الكبريت وعمل محماص صغير. الله. عندي واحد بس مش هذكر اسمه، موجوده الحته التحفه دي عنده بس مش هذكر اسمه. ماشي. هو عارف مين. ماشي. طب تعالى انا عايز اشوف اللي بتطحن ازاي. تعالى. يلا بينا. خد يا عمر بقى، عايز اتصور جنب الحاج شويه. يعني هات. طبعا انا اقسم بالله انا دخلت التاريخ ان انا واقف مع عم سيد هنا في بن الملكي اللي موجود في الجماليه. عايز اقول لكم هنا المحل من سنه 1920 وهم شغالين في البن، فتخيلوا بقى التاريخ اللي عاملينه الناس دي في البن. ادي البن اهو. تمام. حلو قوي اهو. هنعمل ايه بقى؟ هطحن لك بقى عشان ينزل زي ده. ماشي. انت بتحطه هنا؟ طبعا. ماشي كده. وريني ده. ده العلبه. يا سلام. ده قديم. معيار ده معيار شغلي ما شاء الله. وبتشتغل كده. اشتغلت كده المطحنه اشتغل. حلو اهو كده بقى. يبدا ينزل البن مطحون من هنا اهو. يا سلام عليك. انت بتطحن طازه بطازه كده على طول. نعم. شم ريحه. بص البن يا بابا ده طعمه جامد من قبل ما يتعمل اصلا. حبيبي يا عم سيد يا عسل. يلا اهو. تعالى. ده قول لي ده بايه وده بايه؟ اهو. شم ريحه البن. ده المحوج. ده حبهان. هو ده المحوج عندي. حبهان سخن يعني. حطيت ايدك. ايوه. حط ايدك. خد. لا عشان ايوه ممكن نشوف بدي كده. ما شاء الله. الله اكبر. ده المحوج. ده محوج.
وده الساده سخن برضه. الله عليك يا عم سيد. ما عنديش حاجه هو ده تبان. ساده. الكيلو بكام بقى من ده والكيلو بكام ده من ده؟ كيلو ب 440، ماشي. ده ب 520. الناس بتقول لي غالي ليه؟ ان التحويجه النهارده الحبهان غالي توب. جدا. الحاجه بقت توب الحاجه بان كيلو لوحده بقى برقم. برقم. بس اقول لك على حاجه، جودتي هي انا اجي على ما فيش على الزبون. ما شعاري تزعلش حد انت. ما زعلش. انت شفت الزبون يقول لك ايه؟ ما انا شفت ولا قبل كده عمري. كمان والله. الناس بتيجي هنا يعني عايزين بارقام بيدي لهم، انا بقول له ليه ازاي؟ قال لي ما هو ما بزعلش، ده قال لي منطقتي. انتوا منين اصلا بقى؟ اصلا احنا بيقولوا جدودنا من السعوديه من نجد. بص انت ما بتبيعش بره لا ما بطلعش يعني، ما عملتش انت ليه ما صنعتش بره يا عم سيد؟ لا تحرم الناس من الجمال ده ليه يا عم سيد؟ اقول لسيادتك على حاجه، انا مش فشخره. في مثل قالوه، في الناس ايه ما تفهمش شغلك. اما اطلع بره عند سيادتك او عند اي حد واجي اعرض عليه على فكره انا عاملها تحت بين سلم. يعني انت مش عايز الناس تاخد عنك فكره وحشه. انت الناس تيجي هنا تشوف الحاجه قدام عينيها وتشتري اللي هم شايفينه. ربنا يبارك فيك يا عم سيد. تحيه لاهل الجماليه كلهم، عشان انا بعشق الجماليه اصلا والله العظيم بجد. واللي ينزل الجماليه مش هيطلع منها ابدا، لان هيقع في عشاها زي ما انا وقعت كده. 150. ماشي يا عم سيد. تعالى يا باشا اتفضل. ايوه يا باشا. حد خد محوج وحد خد ساده، والناس هنا ما شاء الله كل واحد ليه في البن مذاهب يعني. اهو اهي. ايوه طب ما انت طبعا اهو. طب هقول لسيادتك على حاجه، انا لما هطلع كيس زي ده هعمل تكلفه. هيتكلف على الزبون طبعا، ما التكلفه والحاجه غاليه، انا مش ببص على هات لي حاجه. العنوان بقى ورقم التليفون ايوه يا عمر كده دلعنا هنا عشان الناس تشوف كل حاجه. ده ارقام تليفوناتهم وعناوينهم. الفرع الرئيسي في 33 شارع الشعراني البراني اللي هو احنا فيه ده. ايوه تمام.